انا قلت لك بعض الانظمه قلت لك ان المراه في الشريعه الاسلاميه لا يقبل رجل ان ترتدي زوجته او ابنته ملابس ضيقه او قصيره الا ديوس. هذا ما نهانا عنه ديننا الحنيف. دي شكليات، دي شكليات. لا ما مش مع الحريه برضه فيها امور الحريه بره. سيد الفاضل الحجاب هو زينه المراه وكلنا متفقين على ذلك. لكن انتوا بتدخلونا في نواحي فرعيه احنا والله ابدا ما فرعيه، احنا مش عايزين نتطرق اليها. اتفضل. انت فاهمني؟ اخلاقنا قبل يعني الشرع تاج على رؤوسنا واخلاقنا تحضنا عن مثل ما تقول. لكن انا هنا برضه عايز اقول لاخويا العزيز الدكتور خالد، انت فاهمني؟ نحن نسمع هناك فكر ليبرالي وهناك وسطي وهناك شيوعي وهناك كذا. احنا مش عايزين كل ده يتكلم باسمنا، احنا عايزين حاجه تتكلم باسم مصر. الشموليه والعموميه. انت فاهمني؟ وانا واحد من الناس ارفض ان يتدخل في وضع دستوري شيوعي او ليبرالي. مين اللي مثل؟ مين اللي جاب الناس دي؟ مين اللي يمثلني؟ الله. مين اللي يمثلك؟ مين اللي يمثلني؟ مين اللي يمثلك؟ مين اللي يمثلك؟ مين اللي يمثلني ايه؟ مين اللي يمثلك في الجمعيات تأسيس الدستور؟ في الجمعيات تأسيس الدستور رجال الازهر كجهه وسطيه ويتم اختيارها باسس يعني باسس وببعض. مين تاني غير رجال الازهر؟ رجال الازهر، رجال القانون المشهود لهم بالاحترام والنزاهه، رجال الشرطه المشهود لهم بالاحترام والنزاهه وفيهم كثير، رجال القضاء المشهود لهم بالالتزام. طيب ده النسيج. جميل جدا. جميل هذا الكلام، جميل هذا الكلام. طيب انت اطلعت على اسماء الاعضاء الموجودين في جمعيه تأسيس الدستور؟ في ناس كتير انا اعرفها. اكيد اطلعت عليهم، اكيد اطلعت عليهم. موجود، اسمعني، موجود رجال من الازهر الشيخ، وموجود رجال من القانون ورجال من القضاء. ماشي سيد الفاضل، ما هو هنا دلوقتي بيقول لك ان في فصيل عايز يستحوذ على حساب فصيل اخر. احنا ما احناش عايزين ده، احنا عايزين في المحصله النهائيه هو وضع دستور مصري اسلامي. مصري اسلامي بما كل له. اذا انت متفق مع تطبيق الشريعه كما قال لك الدكتور خالد؟ ماشي، ما هو تطبيق الشريعه. انا جاي بقول لك انا اهو كراجل اعلامي وراجل قد الدنيا كلها واشتغلت مع النظام السابق. انا بقول لك انا جاي عايز اعرف ايه هو يا جماعه اللي موجود. تفخر انت اشتغلت مع النظام السابق؟ نعم. تفخر انت اشتغلت مع النظام السابق؟ طبعا افخر ان اشتغلت مع النظام السابق. انت فاهمني؟ ولا يعني ما حدش واحد يجي يقول لك انا اشتغلت مع النظام السابق ويستعار من كده. لكني في جزئيه كنت انا اول واحد وقف قصاد النظام السابق في عام 2009. كلهم بيقولوا وعلى الفضائيات ثواني بس. كل النظام السابق، كل اعضاء النظام السابق يقولون ذلك. التسجيلات موجوده. انت فاهم التسجيلات؟ ثواني بس. كل اعضاء النظام السابق يقولون ذلك. محمد ابو العلين قال الكلام ده وكل الناس قالت الكلام ده. احنا كنا بنقوله على الملأ. انا ما كنتش بقوله في اماكن مغلقه، انا كنت بقوله في برامجي وعلى قناتي وكنت بقوله في الاماكن دي. انت فاهمني؟ لكن انا هنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك الكلام الكبير بتاع ان احنا الاقتصاد والعولمه واللي مش ده احنا مالناش فيه. رجل الشارع عايز يعرف دلوقتي انا سرقت هتقطع ايدي، بس هنطبق بسرعه. طيب. الاليه بتاعت التنفيذ انا زنيت هتثبت. جميل جدا، جميل هذا الكلام. انقل معايا في هذا الموضوع. عندنا في الاسلام او في الشريعه الاسلاميه عموما او في احكام الشريعه الاسلاميه من قتل يقتل اذا تبين انه قتل شخصا بغير حق وبغير نفس فليقتل. بربك الذي لا اله الا هو لو طبق هذا على قاتلي الشهداء في محمد محمود وفي بورسعيد وما الى ذلك كان تجرأ احد ان قتل واحد فقط؟ اسمح لي عندما ترى شبابا اصلا ما دخلتش المعتقلات. اديني فرصتي. عندما ترى شبابا قتلوا في المعتقلات وفي السجون الدكتور خالد لا انا خرجت ناس، لو حكم فيهم شرع الله من قتل هؤلاء كنت ترى قاتلا واحد. سيد الفاضل انا خرجت ناس من المعتقلات وساعدنا في حل مشكلات كتير الحمد لله من فضل ربنا سبحانه وتعالى. لكن انتوا تيجي تقول لي محمد محمود انا كنت موجود في الناس هي اللي كانت بتروح تهاجم الشرطه. الشرطه واقفه عشان تحمي مبناها والناس كانت بتروح. احنا عايزين نطلع بره الحاجات الكبيره دي اللي احنا بنتكلم فيها. قتلنا وعملنا، احنا اولاد دلوقتي. انت فاهمني؟ من قتل يقتل. نعم من قتل يقتل. وهذا شرع الله وهذا ما هو موجود في القانون. اما حته اللي احنا بنشوف بعض المحاميين انت فاهمني بيجيب ثغرات وبيطلع منها حضرتك اتكلمت كتير بس على قتل وسرقه دي كأن هي الشريعه دي جزء يسير ولا يجي واحد على 1000% من شرع الله مش هذا هو شرع الله. اصل غلط. ده اللي يهم الشارع المصري. طب اتفضل رد على هذا الكلام. اتفضل يا دكتور رد على هذا الكلام. انحني ليها احتراما واجلالا ولا طب رد يا دكتور. يريد عدم تطبيقها الا رجل يريد ان تعود مصر الى الخلف اللي هي ايه؟ انا بس التكافل الاجتماعي. اسف بس اقول على حاجه بس مهمه جدا. حضرتك بتقول كل الكلام الكبير والاقتصاد العالمي والمحلي ده ما يهمش راجل الشارع. انت بس هطول بالك عليا. اولا مصر اكثر دوله متعلمه ومتحضره في المنطقه كلها في العرب والمسلمين، فده بيفهموا كل حد حتى الفلاح في الغيط فاهم جزء كبير من الكلام اللي انا بقوله. ده رقم واحد. رقم اثنين ان حضرتك تقول راجل الشارع يهمه انا سرقت هتقطع ايدي ولا لا.
انا زنيت هارجم ولا لا. يعني انت حضرتك لخصت هل الشارع المصري هو الزنا والسراقه اللي يا هي استاذ احمد؟ يا سيدي الفاضل، دعني اسالك سؤال، ماشي هل أنا برد الشارع على المصري حضرتك. هو السراقه والزنا؟ التعامل اليومي انت قلت حاجه هنا اسمح لي يا انا فندم. انحني ليها احتراما وتطبق من الان وليس من الغد. طب جاوب على سؤال بس عشان اختم، عشان لا خلاص يا باشا خلاص. بس اديني فرصتي. اتفضل. اللي هي ايه؟ دكتور خالد اللي هي ربنا بس عشان التكافل الوقت فيه. الاجتماعي ده مطلوب. لا بص حضرتك، شوف شرع الله تبارك وتعالى كله لا يتجزأ، التكافل طبعا. الاجتماعي فيه، والسارق والزاني فيه، والنظام السياسي فيه، المعاهده والصلح والموادعه وكل هذه النظم فيه، التشريعات القانونيه ومنع التلاعب بالقوانين فيه. اسمح لي حضرتك، نظام ضبط الاخلاق في الشارع المصري. طب لماذا لا يريدون هؤلاء ان يطبقوا الشريعه في عجاله بس عشان الوقت لانه بيخلص؟ متخيل ان هي السرقه والزنا فهيتقطع عشان هو خليه يا دكتور، هو برضه دكتور وراجل كان وزير ومش فاهمها، نفهمه. طب ما احنا بنفهم حضرتك، طيب. ده كلام كبير مالناش علاقه ايوه ما بيه. احنا نفهم حضرتك بقى، لا نفهم يا بكلام أستاذ أحمد. مفند وكلام بسيط. حضرتك بتقول راجل اعلامي وقد الدنيا، ما ينفعش تقول الشيء وضده. حضرتك تقول فهمنا نفهم، تقول ده كلام كبير. ايوه نرجع ما فهمني للسارق ببساطه لان حضرتك طيب. برضه بتقولوا كلام سارق- كبير. سارق الموادعه وزاني إيه؟ مين في طب ما الشارع؟ حاول ان يفهمها، هو حاول سيد يفهمك يا الفاضل، استاذ أحمد. سيد الفاضل، طب عشان وقتي، مين في وقتي الشارع انتهى. المصري او من الناس اللي بتشوفنا دي ممكن يكونوا اديني مليون او وقت، 2 اديني مليون وقت مين من برنامج. 90 مليون يعرف يعني ايه موادعه؟ في الحلقه القادمه طيب ان شاء الله في الحلقه القادمه نحاول ان نناقش هذا الملف مره اخرى مع كثير جدا. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقه يعني على خير. اسمحوا لي في ختامها اشكر شكرا جزيلا الاستاذ احمد السيد الصحفي والاعلامي، شكرا لك. كما اشكر الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهه السلفيه. اشكركم على حسن المتابعه. كان موضوع حلقتنا حول تطبيق الشريعه الاسلاميه، وكان سؤال هذه الحلقه: هل ينجح التيار الاسلامي في تطبيق الشريعه الاسلاميه ام لا؟ القاكم في الحلقه القادمه. كان معكم اخوكم وائل الشرقاوي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا.